النهارده يا حبايبي عملنا مع بعض رز بسمتي بالكاري مش بالكركم. وطبعا بالبصل، ومع عملت الشيش طاووق في القلاية الهوائية بالسوائل بتاعتها كده. عندي صينية اللي هي السيليكون عملتها فيها. انا بحبها كده، بنستفاد بالصوص بتاعها وكده. اكلة جميلة وبسيطة، شيش طاووق معمول في القلاية الهوائية بالصوص بتاعه، والرز بالكاري. يا رب يعجبكم. خشوا الفيديو وشوفوا احلى اكلة عملناها النهارده. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده هعمل معاكم شيش طاووق، بس هعمله في القلاية الهوائية في طبق اللي هو السيليكون ده. مش هعمله في عصيان، انا بنحبه كده. يا بعمله ساعات في الطاسة، يا مثلا بحطه في القلاية الهوائية في الطبق السيليكون ده. الحاجات اللي انا حطيتها عليه يا حبايبي، حطيت مستردة، وحطيت فلفل اسود، وحطيت بابريكا، وحطيت اللي هي الحبات المطحون، وورق لورا مطحون، وملح، وشوية خل، وحطيت دبس رمان اللي هو دوت. ده من احلى انواع دبس الرمان، جميل جدا. كله حطيته على بعضيه كده، وقلبته معاه القطع الدجاج دي وراك. انا جايباها من عند الجزار مخليه جاهزه، شيش طاووق، بس كانت الحته عريضه، قطعتها مكعبات كده وحطيتها بقى في التتبيله، وهسيبها وقت لحد ما اجي استعملها، يعني اعملها اسويها. يعني ممكن تقعد ساعه، ساعه ونص، يعني اقصى حاجه تقعديها من نص ساعه لساعه كده. ولو بيتيها كمان بتبقى احلى واحلى في الخلطه دي. زي ما قلت لكم، دي دبس رمان ومستردة وخل وبودر بقى بابريكا وفلفل اسود وشويه توم بودر وبصل مبشور كان عندي انا بشراه، والملح والفلفل الاسود وبس، وشويه الخل زي ما قلت لكم. اهم شيء المستردة والدبس الرمان، والتوابل بقى الناشفه دي براحتك. وحابه تحطي شطه برضو ممكن تحطي شطه عشان تبقى سبايسي. ده بالنسبه للخلطه كده. هسيبها تشرب من نفسها كده لحد ما اجي اعملها. حاطه بقى أنا هنا في الصينيه السيليكون دي فلفل الوان، فلفل احمر واصفر واخضر. وبمناسبه الفلفل يا حبايبي، انا مثلا كنت جايبه نص كيلو فلفل الوان عشان احافظ عليه يعيش معايا اطول مده، وان انا ما يبص مني. غسلته ونشفته وقطعته شرايح طويله زي ما انتم شايفينها كده، وحطيتها في طبق وغلفتها بستريتش، وهحطها في الفريزر ما بيحصلوش حاجه. اهم شيء ان انت لما تيجي تستعمليه تطلعيه على طول من الفريزر، تاخدي الشرايح اللي انت عاوزاها وهتقطعيها اصغر براحتك على الاكل على طول. مش هيحصل لها حاجه، كانها لسه طازه. ويحتفظ بيه يا رب يقعد معاكي سنه في الفريزر ما بيحصلوش حاجه. وهعمل جنبيه رز مبهر معايا بصل مبشور، ولما نيجي نعمله هتشوفوه. هنا يا حبايبي انا حطيت بصله وشوحتها بقت لونها ذهبي. هحط عليها شويه كاري. النهارده هعمله بالكاري مش بالكركم. وهقلبه بقى قبل ما احط الرز، بيبقى طعمه جميل برضو بالكاري. هنحط بقى الرز عليه، ونحط الملح بعد كده. عندي شوربة لحمة بفضل يا حبايبي احط منها شوية. هقلب بقى كويس، شوح كده مع البصل الرز والكاري، ونجيب بعد كده بقى المية بتاعته. طبعا انتوا عارفين الرز البسمتي بياخد ميه مضاعفه اكتر من الرز المصري. هغطيه بقى، ولما يستوي
اوريهولكوا. هنولع بقى على الشيش طاووق في القلاية الهوائية كده يا حبايبي. حطينا الشيش طاووق في القلاية، هنقفل بقى عليها ونظبطها بقى، نعملها على الفراخ. كده على الفراخ هنقول اوكي. 20 دقيقة و200 حرارة ان شاء الله لما تستوي اوريها لكم. كده يا حبايبي بعد 10 دقايق اهي، هقلبها على الناحية التانية بقى، وكده تبقى خلصت اكلتنا اللي هي الشيش طاووق في القلاية الهوائية. هقلبها بقى كده يا حبايبي. الرز استوى اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هنطفي بقى عليه ونسيبه يهدى قبل ما نحضره، وهوريكم